ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ لو معاكي 4 بيضات تعالي يلا معايا وانا اقولك تعملي بيهم ايه النهارده. وهنا زي ما انتم شايفين كده حطينا الطاسه. تمام، هنزل عليها بشويه زيت كده بصغيرين مش كتير، وهنزل بعد كده عليهم بالبصله. هي بصلايه وسط كده، انا قطعتها قطع صغيره زي ما انتم عايزين، لان انا ما بحبش البصل كتير يعني. بس هو انت كل ما تكتري فيها البصل كل ما بتبقى احلى. تمام. هنا اهو زي ما انتم شايفين بقطعها اهوت قطع صغيره اهو. تمام. معلش بقى على صوت الدوشه اللي جنبي بنتي، وانا الصراحه مش هقدر اسهيها باي حاجه، وهي هتفضل عامله دوشه ان شاء الله لغايه لما تكبر وتتجوز، واحنا مضطرين نستحمل بعض بقى. ربنا يبارك يا رب في اولادنا ويرزق كل مشتاق يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. ويهديها ويصلح حالها ان شاء الله ان شاء الله. ازاي؟ نعم. ايه؟ ماشي. هنا خلاص اهوت، انا كنت بحب اقطع البصل لغايه الاخر. تعالي كده، عايزه اسالك سؤال. العجه كانت حلوه؟ ايه؟ هي دي غالبا معناه ان هي عجبتها يعني. والله كل ما اسالها حلوه تقولي لا. مش عارفه اقول لها ايه دي الصراحه يعني. الحمد لله. او لا. تمام. هنا هننزل بقى بايه؟ بطماطم. انا كان عندي طماطمتين صغيرين كده، انا شلت قشرتهم عشان انا ما بحبش القشره. هنا كنت لسه اصلا بفرجكوا البصل يعني وانا بعمله. تمام. انا شلت القشره كلها بتاعه الطماطم لان انا مش بحبها، ما بحبهاش تقف في زور. نعم. ممكن اخلص؟ ممكن لو سمحتي. شكرا. قالت لي لا. تمام. اهوت انا نزلت زي ما قلت لكم بالطماطم، شلت قشرتها زي ما قلت لكم. بصوا، هو كان في هنا قشرتين انا شلتهم لان انا مش بحبها وبتقف في زوري وزور بنتي، واحنا مش بنحبها زي ما انتم ما شايفين كده. بس بتسيبيها بقى لغايه لما تلاقي بقى البصله دي دبلت شويه والطماطم دبلت وابتدت تنزل لون احمر كده في الزيت. تمام. ده بقى بيخليها طعمها جميل جميل يا جماعه. هنا بقى كنا نزلنا اهوت، هنكسر البيض. نعم. حاضر. حاضر. ماشي. هنا هنكسر ال4 بيضات. تمام. على فكره انا كمان انا حطيت بيضه 5، بس هي ما بانتش هنا في الفيديو. تمام، عشان برضو ده للامانه يعني. ادي نزلنا بالبيضتين. تمام. انا البيض اللي عندي عشان انا كنت عارفه ان هو كويس، فانا ما عملتش كل بيضه في طبق لان انا عارفه ان البيض ده يعني الحمد لله كويس. بس هننزل على البيض ده بايه؟ ببقدونس وحبه خضره وشبت. نعم. حاضر. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت. وهنقلب البيض، هنتاكد برضو عشان ايه هنا البصل ما يتحرقش هو والطماطم. ما نقلبوه ونوطي النار عليهم. هنا بقى جبنا المضرب وبنضرب الايه؟ البيض والبقدونس، بنضربهم كويس قوي. هننزل عليهم بملح وفلفل اسود، وهننزل عليهم بايه؟ بكمون. بس هي مش بتحتاج اكتر من كده، ولو بيتحط عليها بهارات اكتر من كده انت كده بتغيري طعمها. تمام. ادي دي كانت كوبايه الدقيق، انا كنت بعيرها قدامكم. هي كوبايه واحده اللي بنحطها على المقدار ده كله. تمام. هنا هنزل اهو زي ما كنت قايله لكم. هي معلقه ملح ونص، ماشي، ونص معلقه فلفل اسود، وربع معلقه كده. وادي هنا بقى معانا ايه؟ باكو باودر. احنا مش هناخده كله، احنا هناخد منه بقيمه معلقه صغيره. تمام. معلقه صغيره كده، ده عشان تخليها تبقى عاليه ولما تتحط في الفرن. احنا في الوقت ده كنا مشغلين يا جماعه الفرن. تمام. كنا مشغلينه عشان يسخن. ولو وصلتي لحد هنا تنسيش تعملي مشاركة ومتابعة في القناة وتعملي لايك، وهستنى تعليقاتكم وكومنتاتكم.
ادي هنا بقى نزلنا بكوبايه الدقيق اهيت على الخليط بتاع البيض ده، وهنقلب كويس. طبعا هنا اتنطر الدقيق زي العاده، هنضربه كده كويس وهنقلبه كويس. هتلاقي الخليط كده سايل شويه، تمام. ما تحاوليش تقليه قوي، تمام. زي ما انتم ما شايفين هنا المفروض ان احنا طفينا وسيبنا الايه الخليط ده يبرد شويه، عشان ما ينفعش ان احنا نحطه سخن. البصل والطماطم دي ما ينفعش تتحط سخنه على الخليط بتاع البيض ده، تمام. هنا دي كانت ايه، كانت والله كانت بردت يعني، مش عارفه ايه الدخان اللي اتولد. بس واهوت احنا قلبناها كويس، وهنجيب بقى الطاسه اللي احنا هنعمل فيها او الصينيه اللي احنا هنعمل فيها، وهنرشها بالزيت. ده زيت زيتون انا رشيته اهو بيه زي ما انتم ما شايفين كده، وهنحطها في الفرن. احنا بنكون اول معلين الفرن عشان يسخن، بعد كده بتوسطني بقى الفرن. اعمليه على 200 180 بتبقى احسن، وما تاخدش غير من 10 دقايق لربع ساعه على حسب الفرن برضو بتاعك، تمام. هنا اهوت انا هفرجك، انا حطيتها في الفرن بقى خلاص. هنا كنت بقول لكم ان هي تاخد من 10 دقايق لربع ساعه زي ما انا قلت. بصوا بقى طلعت جميله وهشه وخطيره. بصوا طريه وجميله، طعمها تحفه يا جماعه. بس وده كان فيديو النهارده، وهستنى تعليقاتكم وكومنتاتكم وارائكم على الفيديو. بس هتوحشوني لغايه الفيديو الجاي.